السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب تكونوا في أحسن حال. النهاردة قبل ما نبدأ نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة هنعمل مع بعض بليلة. جبت قمح وهنعمل مع بعض ايه؟ بليلة. هنولع عليها وبعد كده هنعمل مع بعض. رحت عشان اشتري طحينة. قلت اجيب طحينة بقى احطها في البيت عشان اعمل مش او اي حاجة او سلطة بحتاجها كتير. لقيت لك الطحينة ب120 جنيه، لا ب100 جنيه. والسمسم ب120 جنيه. طب ليه بقى؟ ما احنا نعملها مع بعض هنوفر كتير قوي. يلا نعملها مع بعض. هولع على هنحط عليها شوية مية ونغسلها وهولع عليها وبعد كده هنعمل مع بعض ان شاء الله الطحينة بأمر الله. احنا كده بص غسلناها وهننقعها. في ناس بتنقعها شوية، عايزة تنقعيها براحتك. انا بولع عليها يا دوبك تدي غلوة وبطفي عليها وحط لها وانت حطاها كيس فانيليا. بصوا يا جماعة، اليوم ده النهاردة شتاء، يعني النهارده الحد اجازه. النطره جميله، وادعوا يا جماعه اكتروا من الدعاء. ادعوا للناس وادعوا لكل اي حد، ما تدعيش لنفسك بس. ادعي للامه كلها والناس، مسيحي ومسلم. ادعي ان ربنا يفك الكرب والفيروس تمشي من العالم كله. ادعوا يا جماعه. واجواء شتويه جميله. اعملي شويه تبصوا يعني بليله قمح، مش لازم عاشوره بقى واطباق ولبن وهنكلف نفسنا. لا، شويه قمح وكوبايه في بتتاخد كده. عايزه تحطي شويه لبن وفرحي عيالك. اعملي بطاطا، اعملي حلبسه. برضو الحاجه غاليه بس الحاجات دي يعني لسه ما غليتش قوي. يعني انا القمح الحمد لله ب40 جنيه بس. بصوا يا جماعه، احنا كده دلوقتي هنعمل مع بعض طحينه. الطحينه جايبين كوبايه ونص سمسم. السمسم دلوقتي ب120 جنيه. التمن انا جايبه ده تمن، هيعمل لك كميه حلوه قوي في نفس الوقت. يعني حاجه ببيتك نظيفه. كوبايه الا ربع دقيق. وهنا هنحط زيت. عايزه تحطي زيت تومين براحتك، عايزه تحطي اي زيت. ده انا جايبه زيت من بره، يعني الزيت الانضف. لان زيت التومين بيعمل لها كده طعم، مش عارفه، بحس ان طعمها يعني الحاجه الوحيده اللي بتبقى ايه مش كويسه في الطحينه. هنعمل مع بعض. هطحن السمسم الاول وبعد كده هنعاير مع بعض كل حاجه. هحط الزيت بس. هناخد كوبايه. بصوا بيبقى صافي ازاي. بصي هنا هنعمل مع بعض الطحينه. طحنا السمسم بالشكل ده اكنه زي البسكوت، لان بينزل مادة الزيت بتاعته بتكتل. هنحط هنا كوباية زيت وهنحط السمسم. عايزة تحطي سمسم ربع كيلو براحتك، بس انا عاملاها اقتصادية وهتشوفي النتيجة. وهنا هنحط شوية دقيق، مش هنحطه كله، ممكن ما نحتاجش الكوباية الا ربع. وايه، هنطحن مع بعض. الزيت غالي يا جماعة، واخر نقطة نحطها حرام. كل ما تضربيها اكتر بتبقى معاكي ناعمه اكنك زي اللي انت جايباها من بره. ويا سلام لو عملتيها بالسوداني، بس انا مش عندي سوداني. هتعملي سمسم ابيض براحتك، عايزه تعملي سمسم محمص براحتك. هنضربها وهرجع. هنا السمسم تقيل قوي. حطيت كوبايه زيت وكوبايه الا ربع تاني دقيق. بصوا يا حبايبي، هوريكم شكلها النهائي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
هوريكي السمك بتاعها. زي اللي بنجيبها من بره ويمكن احسن، بس انتي اللي عاملاها بايديكي وما شاء الله. هوريكي تقلها. عملت زيادة عن كيلو وربع طحينة بكوبايتين دقيق الا ربع، كوباية ونص دقيق وكوبايتين زيت، لان انا حطيت كوباية تانية لاني لقيت السمسم كتير قوي. بصوا يا جماعة تقلها ما شاء الله. انا هوريكي شكلها. دي اللي انتي بتجيبيها من بره وسألنا عليها ب100 جنيه او 120 جنيه. تمن سمسم هيعمل لك، بصي سلطانيه قد ايه. السلطانيه دي بتاع كيلو وربع. انتي شفتي الربع كيلو بنجيبها قد كده، وبقت دلوقتي مش عارفه ب 30 جنيه او 25. انا ما جبتش، لما لقيت الراجل قال لي لا دي الطحينه غليت، اللي احنا كنا بنجيبها ب 40 جنيه، قلت له لا شكرا. مالها اهي. بصوا يا جماعه، انا الكاميرا مش جايبالك السمك، بصي تقيل. يعني انا عايزه بس افهمك تقيل ولا مقطعه، ولا في نفس الوقت تحطي حبه زيت وتحطي، لا بصي. عبي بقى برطماناتك اللي انت عايزاها، اعملي اللي انت عايزاه. يعني انا هعبي برطمانات فيها دلوقتي واشيلها بالمره، وممكن تشيلها في الفريزر ما يحصلهاش حاجه. بصوا يا جماعه، انا عبيت البرطمان ده لاني البرطمانات لسه ما هغسلها. عندي برطمانات بلاستيك زي دي، هغسلها واعقمها وهعبي فيها. بصوا لما قعدت يجي نص ساعه، يعني انا بصوا بعد سبتها لكم شويه، ولا الزيت عمل فوق ولا اي حاجه، وما شاء الله على لونها، وما جمدتش وسايله ازاي. هنا نقول لكم انتهى فيديونا، وان شاء الله باذن الله تشوفونا في حلقات كتيره باذن الله. بس البليله بقى هتاخد لها شويه، لاني انا طفيت عليها وسبتها زي ما انا قلت لكم، بديها غلوه وبطفيها. على الصبح بتلاقيها بقى منفوشه وكويسه، بسم الله ما شاء الله. بقى اعمليها هتفطري عيالك. وجبه بقى ان انت تعملي فيها عاشوره طبقين. المهم نملى بيتنا يا جماعه. لو بقى اي حاجات بقى الحاجه غاليه، بس لو بقى اي حاجه نملى بيتنا. لو شويه طحينه وشويه مش وشويه بطاطس يومنا عدى، لو شويه شكشوكه على شويه مش يومنا عدى. بابا غنور. يعني انت لما تعملي معلقه من الطحينه دي، غير ما تنزلي تشتريها بربع كيلو ب 30 جنيه ولا 25. وجربوا الطحينه وما تنسوش تقولوا لي ايه رايكم. وهنا هنقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوناش في اللايك وفي الاشتراك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.